بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الطالب الجزائري من التضحية والفداء إلى التألق والبناء. تحت هذا الشعار تحتفل الإقامة الجامعية بوحديد عنابة بذكرى 68 ليوم الطالب بالانتصارات التي حققها الطلبة الجزائريون، حيث ترك في هذا اليوم آلاف الطلبة الجزائريين مقاعدهم الجامعية لدعم نضال التحرر الوطني. نلتقي اليوم في هذه المناسبة المميزة وفي هذا البودكاست الخاص بيوم الطالب، فنحن نفتخر والجزائر كذلك تفتخر بكم طالباتنا الأعزاء. مرحبا بكم. شكرا على هذه المبادرة الطيبة التي بادرتمونا بها. أولا وقبل كل شيء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة شعب ضحى، طالبة سنة الثانية طب أسنان، مقيمة بالإقامة الجامعية بوحديد عنابة. وأنا الطالبة بومينة زينب، طالبة في سنة ثانية طب أسنان، مقيمة بالإقامة الجامعية بوحديد عنابة. أتشرف أيضا بحضوري في هذا ومشاركتي في هذا البودكاست بالطبع. نعم، بارك الله فيكم طالباتنا. أولا وقبل أن نبدأ ونهضر في هذا الموضوع اللي هو موضوع جد مهم، لماذا 19 ماي أصل الاحتفال بعيد الطالب الجزائري؟ نعم، فيجدر الإشارة إلى أن هذا التاريخ الذي شكل منعرج تاريخيا في مسار الثورة الجزائرية شهد انتفاضة الطلبة في كافة ربوع الوطن باش يسترجعوا السيادة الوطنية والأخذ بزمام المبادرة وتقرير مصيرهم بيدهم، وهو شاهد على عمق الوعي الطلبة خلال وقت كانت الجزائر فيه في أمس الحاجة لهم. هي في القدم في هذا اليوم انتفض الإضراب العام للطلبة في 19 مايو 1956 بعد اغتيال أعدام وظلم العديد من الطلبة، نذكر منهم الشهيد زدور بن قاسم. نعم، رحم الله شهداءنا الأبرار. بالطبع يعني في هذا اليوم حبينا إنه بما إنه الصحافة وبأنه الحرب شاركوا فيها العديد، الكبار صغار، يعني جميع الفئات، لكن الإعلام نحسوا إنه الإعلام سلط الضوء على النساء والرجال، لكن إحنا اليوم راح نسلطوا الضوء على فئة معينة وهي الطلبة. في هذا اليوم إنه الطلبة خرجوا في إضرابات سلمية. كانوا أعزلين بدون سلاح، كانوا عزل بدون سلاح لقبلتهم فرنسا بالاضطهاد والقتل. فهم بخروجهم هذا ضربوا لنا مثال خلال هذا الإضراب أثار إعجاب ودهجة الأوساط الثقافية في العالم، وبرهنوا أيضا على تضامن الطالب الجزائري مع شعبه الذي يقاسي ظلم الاستعمار، كما أبرز جاهزية الطالب الجزائري لدخول ميدان الكفاح. نعم، إنه الحدث نقدر نقوله بأنه الحدث هذا ما كانش حدث عابر فقط، حتى إنه كانوا باحثين ومؤرخين كثر اللي هضروا في على هذا الموضوع هذه الانتفاضة اللي شكلها الطلبة الجزائريين. نعم، وكتبوا فيها حتى كتب تاريخية، وكان حتى شهادات حية على هذا الواقعة من أبرز الباحثين والمؤرخ في الحركة الوطنية. نذكر عامل رخيلة الذي ساهم في من بين المؤرخين اللي حكوا لنا على تاريخ الطلبة. عامل رخيلة الذي أبرز أن مساهمة الطلبة في مسار الثورة الجزائرية كانت قوية، سواء من خلال تلبية النداء بإضراب 19 ماي 1956 أو فيما يتجسد أيضا بتأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، مؤكدا أن التحاق الطلبة بالثورة شكلها حدث كبير بالنسبة للرأي العام الفرنسي والعالمي. ثم كان نعرفوا باللي أنه كان هناك خوف كبير جدا من فرنسا كي هذه الفئة المثقفة اللي التحقت بجبهة التحرير الوطني، كان تخوف كبير. نعم بالطبع، لأن العلم في أصله يشكل سلاح قوي من عدة جوانب، يعني فبالعلم
ترتقي. فبالعلم ترتقي الأمم، إضافة إلى أنه إنسان يعني فاهم ومتعلم يقدر يواجه هذم القوات الفرنسية والعالمية، خاصة إنها كانت قوة كبرى في أوروبا. فرنسا كانت من أقوى الدول بصح الأوروبية. يعني كي تجي تشوفي من منظور آخر، يعني من منظور فرنسي ولا من منظور العدو، إنه الطلبة يشوفوهم كأنهم أكبر عدو، يعني نقطة محددة في نعم. الفئة المثقفة راح تحاربهم هي سلاحهم هو القلم، سلاحهم هو المعرفة في جميع المجالات. وخاصة أنه فرنسا صرحت أنه قالت هذه الثورة هي ثورة عشوائية، ثورة على ثورة تحرير، هي ثورة عشوائية، وهي ثورة الناس جهال وناس لا يفقهون شيئا، حتى التحقوا الطلبة بصفوف الجيش الوطني. لذلك يجدر درس نعم كبير بأنه حتى الإنسان الواعي، حتى الإنسان الجاهل، أنه يقدر يوقف وجههم ويحرر البلد تاعه. وتأكيدا على أن العلم مهم. حاجة باينة اللي الجاهل في النقطة هنا، الجاهل تقدر تقولي الجاهلي يساهم بالسلاح، طبيب يداوي المرضى والجرحى، ميكانيكي ولا أي تخصص آخر يعاون بأي مجهود، يعاون يعني المؤهلات اللي عنده، الكفاءات. حتى أنه قالوا قنابل كانت من صنع يدوي من طلبة جزائريين، ضربوا بهم المثال طلبة جزائريين. لذلك يجب أن ننوه أو ما يؤكد أن العلم شكل خطر بالنسبة للعدو، هو أن أول ما قامت به فرنسا في دخولها للجزائر هي تدمير المدارس وتدمير الجامعات، بحيث لا تترك مجال للطلبة الجزائريين في الكفاح في الثورة الجزائرية. يعني ونضيف أيضا أنه في هذا الإضراب شارك الآلاف الطلاب الجزائريين بالطبع في الجزائر خاصة، وطلاب وخارج الجزائر، يعني خارج الحدود، خارج الجزائر في الجامعات الفرنسية المصرية تونسية، وما يشملش فقط طلاب الجامعيين أيضا، بل توسع أنه يشمل طلاب المدارس الثانوية. نعم. وكان هذا الإضراب ينصح يكون عنده أثر عظيم. نعم بالتأكيد. نضيف معلومة لمستمعينا الكرام أن نتيجة نجاح هذا الإضراب تمثل في قلب موازين الكفاح، بحيث استفادت الثورة من الكفاءات والمهارات العلمية التي حملها الطلبة معهم بعد التحاقهم به، كونهم يتمتعون بدرجة عالية وعلى دراية كاملة بمدى شرعية مطالب ثورة أول نوفمبر. من هنا يتضح أن الطالب الجامعي له إسهامات كبيرة ودور فعال في تغيير الوضع اللي كان فيه الشعب الجزائري والثورة اللي مر به في ذاك الوقت. نعم، تم دوره فعال، حتى الدور تاعه ماشي حبس تم في أثناء وقت الثورة، حتى الآن مازال كما يقولوا العاتق كبير خلا على طلباتنا الأعزاء. ممكن هكا حتى تقولينا شي هو دورك أنت كطالبة جامعية في مجتمع؟ نعم، أنا بكوني طالبة جامعية أقول بعد أن انتهاء الثورة الجزائرية لازال على عاتق الطالب الجامعي تحرير وطنه الآن من تبعيته للعالم الخارجي وخاصة الدول المتقدمة. يجب أن يساهم الطالب الجزائري، وذلك من خلال الاهتمام بدراسته يعني جيدا والتكوين الصحيح له، وأن التكوين تاعنا الجيد يسهم يعني في تحرير بلادنا يعني من تبعية للدول المتقدمة. يعني علاش مثلا الطب ما يتطورش يعني في بلادنا لدرجة أنه ما يعودوش يضطروا الناس أو الشعب لأنه يخرج البرة باش يعالج. وكما أنه ننوه ثاني إلى أن هناك من العلماء يعني وعدنا يعني الأدمغة لهنا لهجرت مع الأسف للخارج، ندعوهم أنهم يرجعوا يفيدوا بلادهم. نضرب مثال كالمخترع بالقاسم بالحبة اللي اخترع لابوس، يعني احنا على بالنا باللي لابوس باللي اختراع، بصح جميلة لنوهنا إلا المخترع جزائري، إنه المخترع جزائري. كيف أيضا كاين جزائريين حازوا على الوسام العالم الجزائري في نسختها 2013، كما نعيمة بن كاري وديد نشيدة قصباجي مرزوق،
يوسف من دلجدة. هذا ثاني ثانيك هما أكثرهم من باحثين وعلماء جزائريين اللي هاجروا. نعم. وأنتم كطلبة وش هما تطلعاتكم المستقبلية؟ نحن كطلبة نحاول يعني قدر ما استطعنا واجتهادنا إنه نجتهد في دراستنا، خاصة إنه يعني تخصصنا يهتم أكثر شيء بالتطورات، يعني هو دائما في تطور، يعني نحن نحاول أن نواكب التطور بحيث ما نخليوش يعني الدول المتقدمة أنهم يفوتونا. وكذلك ندعو لجميع الطلبة يعني في جميع التخصصات، مش غير تخصص طب ولا صيدلة ولا طب أسنان، يعني جميع التخصصات مهمة. لو كان القاضي ما كانش مش راح يكون الأمن والأمان. يعني نجد الإشارة إلى أنه كل تخصص راه مهم في نهضة البلد تاعنا يعني. شكرا لكم طالباتنا الأعزاء على حضوركم معنا، وشرفتونا وأضفتونا معلومات للمستمعين الكرام. نضرب لكم مرة أخرى أعزائي المستمعين مرة أخرى إن شاء الله من بودكاست جديد من بحديد عنابة وفي موضوع آخر، دائما بحضوركن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.